السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الطلبة كلية آداب قسم جغرافيا أو برنامج المساحة المميز جيوماتكس جميع الجامعات في جمهورية مصر العربية وكل ما هو مهتم بالجي اي اس في الوطن العربي وفي العالم. معانا ضيوفنا النهارده منظمة بتخدم المرأة في الجي اي اس. تعالوا نتعرف على ضيوفنا المميزين ونتعرف على فكرة المنظمة. نتعرف بحضرتك يا دكتورة نهى عبد الوارث. دكتورة نهى عبد الوارث، كو-بريزيدنت اوف افريكان وومن جي اي اس كوميونتي. تمام. باشمهندسة صفيناز مبارك، نورثرن افريكان زونال كوردينيتور، منسق منطقة شمال افريقيا. تمام. احنا بيشوفنا حاليا طلبة من البنات واحنا حابين نقول ان الحلقة دي كلها للبنات، اكيد صح؟ بنات بس. حابين في ناس بتشوفنا ما تعرفش المؤسسة، فباختصار عشان وقت حضراتكم ووقتهم بتهدف المؤسسة لإيه؟ احنا كوميونتي للبنات الافريقيات من جميع انحاء العالم، يعني جميع انحاء افريقيا اللي هم عايشين في جميع انحاء العالم. احنا بندعم البنات بغض النظر عن مستواهم او الليفل بتاعهم الوظيفي، سواء طالبه سواء حد بروفيشنال سواء معاها دكتوراه، فهي تقدر تنضم لنا. تاني حاجه ان احنا مش ريليتد للجي اي اس بس، لا احنا كمان اي فيلد ريليتد للجي اي اس، زراعه، الري، كلايمت تشينج، اي مجال بيشتغل فيه او معتمد على الارث اوبزرفيشنز والجي اي اس يقدروا ينضموا لنا. يعني اي مجال متعلق بالجيومكاني تقدر تنضم لنا. احنا بندعم البنات ان هي تحسن مهاراتها، انها تلاقي فرص عمل افضل، ان بنقدم تريننج، بنقدم منتورشيب، بنقدم ورك شوبس، بنقدم ريسورسز، يعني احنا بندعمهم بكل الطرق الممكنه. متاح لاي حد ينضم حتى لو طالب؟ ايوه طبعا اي حد متاح ان هو ينضم، سواء طالبه، ممكن حتى احنا دلوقتي بندعم من الطلبه اللي لسه في مرحله الثانوي والإعدادي والابتدائي، يعني لسه ما تخصصش ولسه ما يعرفش اصلا هيدخل كليه ايه، ان احنا نديله اويرنس ونديله بريف عن المجال ده وبيستخدمه في ايه. بس انا عندي سؤال، ما اللي في الاعدادي ما يعرفش اصلا يعني جيومكاني؟ ما ده بقى الدور بتاعنا، ان احنا هنعلمه وهنعرفه يعني ايه جيومكاني، ايه اللي يقدر يستخدمه في الجي اي اس عموما، ويقدر يطوع الجي اي اس كتول او كسيستم في المجال بتاعه اللي هو حابب يشتغل فيه. طب سؤال يا باشمهندسة، بداية الاشتراك من سن كام للبنت لغاية يعني بداية سن كام ونهاية سن كام؟ ما عندناش سن محدد. اكيد مش في الابتدائي مش هيشترك، ماشي، يعني بداية من سن كام؟ ممكن نقول ان بداية من مرحلة الثانوي اللي هي لسه بدأت تقرر كده او تفكر هي عايزة تتخصص في ايه، تاخد كبريف عننا بس، انما كعضويه تكون تخصصت اوريدي جي اس او اي مجال بتستخدم فيه الجي اس. يعني حضرتك تقصدي تقولي ان ممكن يتابعكم ويتعلم منكم اي حد، ولكن الاشتراك اللي هو الممبر المتطوع لازم يكون متخصص في احدى علوم الجيومكاني في اي كليه، زراعه، هندسه، artificial intelligence، اي تخصص بيستخدم فيه الجي اس. حضرتك اي تخصص ولا اي تخصص مكاني؟ لا اي تخصص بيستخدم جي اي اس. انا شخصيا انا باحث مركز بحوث زراعيه، وتخصصي تخصصي الري وبريسيشن اجريكلتشر، فانا في الاساس مش دارسه جي اي اس في البدايه. انا بعد كده بقيت بستخدم جي اي اس فبقيت في المجال بالظبط، فبقيت في المجال ده. وحضرتك شغاله؟ انا اوريدي خريجه اداب جغرافيا، تخصص مساحه وخرايط، وبشتغل جي اي اس وداتا بروسيسور في شركه مساحه بحريه سيبرو جروب. تخصصي اصلا الاساسي جي اس ومساحه. حضرتك فخر لبنات كتير جدا. انا عاوز اقول لحضرتك كلهم هيطلبوا رقمك، لان في انا عن نفسي بقول لك انا كعز بيجي لي دايما اسئله كتير، عز احنا عاوزين نشتغل مساحه بحريه، فانا عاوز اقول لحضرتك هتكوني هدف يعني لبنات كتير جدا والله العظيم. حضرتك مثال ناجح والله. هيدروجرافيك داتا بروسيسور. حضرتك سينيور هيدروجرافيك داتا بروسيسور. كل الناس اللي بتسمعك فخورين بيكي والله العظيم. طيب انا عندي سؤال، المنظمه انا عاوز حد من حضراتكم يجاوب، المنظمه دي نشأت امتى ونشأت ليه؟ امتى؟ طيب انا كنت لسه بتكلم في اللي هو التطور الهيستوريكال بتاعنا. احنا متواجدين من يعني اونلاين من 2019 از افريكان وومن ان جي اي اس اونلاين. قبل كده كان في كوميونتيز ثانيه موجوده في غانا ونيجيريا، الكو فاوندرز بتاع كوميونتي، ثم هم دمجوها لافريكان وومن جي اي اس في 2019، فاحنا متواجدين من 2019. انا بس محتاج اسال حضرتك سؤال، التواجد الفعلي يعني انتوا بقيتوا منظمه فعليه من امتى؟ من تاريخ كام؟
2019 2019 بالظبط. قبل كده كان وضعكم ايه؟ لا قبل كده كان كوميونتيز برضو، لكن في دول مختلفه، في غانا وفي نيجيريا، ثم اندمجوا بعد كده. 2019 دمجتوهم وبقيتوا موجودين في العالم. بالظبط موجودين. موجودين في كام دوله؟ لا موجودين في كل دول افريقيه. كل دول. في كل دول افريقيه. اي بنت بيزد اون افريكا تمام عايشه في اي دوله في العالم تقدر تنضم لنا. السؤال هنا بقى، عملتوا مين المؤسس؟ المؤسسين من غانا سيانا ويليامز من غانا، ودكتور تشادما من نيجيريا، هم دول المؤسسين. هنا بقى ده اهم سؤال، اتعملت ليه؟ احنا عملناها لاسباب كتير تمام. هذه اسباب منها اهمها في اسباب فاندمنتال، اسباب اللي هي مجتمعيه، اسباب عامه تمام، اللي هي مشاكل البنات الموجوده في اي مجال، او مشاكل البنات موجوده في المجتمع، زي تمييز اللي بيحصل ممكن ضد البنات وهي بتختار مثلا التخصص بتاعها، فمثلا الولد يختار تخصص، لا انت ما تختاريش التخصص ده، تخصص رجاله، حاجات زي كده. تعليق بقى مهم قوي عشان انا عشت التجربه دي. انا عاوز اقول لك بس حضرتك حاجه تاني، الحلقه دي كلها جميله. بص حضرتك، يعني حضرتك خريجه اداب جغرافيا مساحه بحريه، دي لوحدها يعني هيدلاين كبير يتحط. يعني انا لما جيت اتخصص مساحه، كان مساحه عادي ادخل شعبه مساحه في اداب، كان في دكتور عندي يعني قال انتوا المفترض انتوا كبنات ما تدخلوش مجال المساحه. فده كان تمييز عنصري قوي وواضح. ده السبب اللي انا والله اشترك في المنظمه دي وانتم منه، لان انا عشته فعليا. لقيت الدكتور، وانا طبعا كان تقديري كويس جدا يدخلني الشعبه. فالدكتور بيقول لا انتوا كبنات ما ينفعش تدخلوا تخصص مساحه. فانا عايزه اقول له انا دلوقتي دخلت تخصص مساحه وشغاله مساحه بحريه، فافضل المجالات الناس كلها بتسعى وراها مساحه بحريه. في ناس مش عارفه توصل اصلا للمجال ده. طبعا دخول مجال المساحه البحريه صعب جدا، وحاليا اصلا الجي اي اس كمان دخل في مجال المساحه البحريه. الجي اي اس كمان بقينا بنستخدمه في داتا المساحه البحريه، مش مقتصرين بس ان احنا نشتغل بالسوفت ويرز الخاصه بالمجال البحري اللي هي هاي باك كيو بي اس او ايا كان. لا احنا حاليا ستارت اب جي اي اس داتابيز خاصه ببيانات المسح البحري. انا عاوز اقول لك رقمك ده هيبقى مطلوب، والله هيبقى مطلوب عالمي. حضرتك كنت عاوزه تكملي عليها في حاجه، كان في حاجه في دماغك عاوزه تقوليها؟ ان هي نفسها اتعرضت للموقف ده، ان هو لا انت كبنت بلاش تشتغلي الشغل ده تمام. ودلوقتي حالا نجحتي. ايوه نجحت الحمد لله. كلام الدكتور مش صح. ايوه كلام الدكتور مش صح. اي بنت تقدر تشتغل في اي مجال مهما كان، المهم ان هي بتسعى وبتتعلم وبتساعد نفسها او بتساعد غيرها هتلاقي. عندي سؤال لحضرتك مخصوص، لان ده سؤال البنات هتساله، والسؤال التاني لحضراتكم. السؤال بقى، وصلت لده ازاي بامانه؟ واسطه؟ اجتهاد؟ ايه اللي ساعدك؟ لا مش لان بص المجال برضه بتاعنا اسمه مجال علاقات. تعالى نتكلم بس بالمنطق. حضرتك وصلت ازاي باختصار؟ توفيق ربنا. اجتهاد وتوفيق ربنا. اجتهاد طبعا، لان انا يعني اشتغلت في تخصصات كتير كلها في مجالي بس في اماكن مختلفه، بدايه من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، التعداد السكاني اللي كان في 2016 في اخر 2016 وكمل معانا في 17. دي كانت بدايتي. بعد كده كان مكتب سيرفي في سموحه في اسكندريه، اشتغلت فيه فتره، وبعديها اشتغلت برضو شويه في الجهاز المركزي تاني، وبعديها بقى شغل فريلانس في مشاريع في السعوديه وبره والامارات، واشتغلت فتره مع شركه كويتيه. كله كان ريليتد بالمجال بتاع جي اس. احنا محتاجين حلقه لحضرتك صدقيني. انا عندي اخر سؤال لحضرتك. اخر حاجه بقى كانت شركه المساحه البحريه دي جت بتوفيق ربنا. توفيق ربنا ورزق من ربنا. ايوه بعت السي في على لينكد ان بس. الحمد لله. اخر سؤال لحضراتكم عشان ننهي الحلقه. لو كل حد حضراتكم هيدي وجهه نظر، لو في نصيحه تتمنى لو رجع بيك زي ما تقولها لنفسك، ايه الحاجه اللي نفسك، ايه الحاجه اللي انت اتعلمتها بتمن وكان نفسك تتقلك؟ ايه الدرس اللي اتعلمته؟ يعني حضرتك متخرجه بقالك كام سنه؟ انا متخرجه من 15 سنه. 15 سنه علمتك ايه؟ اديني درس تتمني لو رجع بيك زمن وعرفتيه. انا في بوينت برضو الاول يعني عايزه اشير ليها، ان لو عرفتي يبقى عندك منتور، لان احنا اوقات كتير بنجرب. منتور ما يعرفوش. طيب منتور اللي هو حاجه زي مرشد، ان هو حد اكبر، قدوه. ده يقول لك مثلا لما تبقي ماشيه غلط، لا ارجعي انت ماشيه في الحاجه دي مثلا. يعني انا كنت انا يعني
يعني طول ال 15 سنه دي 12 سنه منهم كنت بعمل ماستر ودكتوراه. فاوقات احنا بنمشي في طريق غلط تمام، او في سكه مش طريق غلط، سوري انا اقصد اللي هو ايه، مش سكتي، يعني مثلا بجرب في حاجه في لا مش نافعه مع الشغل بتاعي. فانت المنتور بيوفر عليكي كتير ان يقول لك لا استخدمي مثلا الحاجه دي. جايد هيعمل لك جايد. المنتور بتاع حضرتك مين؟ انا حاليا مين المنتور بتاعي؟ إيه؟ لا ما فيش حد حاليا منتور ليا، عشان انا كبرت. فبس في مجالي، انا في مجال الزراعه طبعا كان في شغلي وكده كان في منتور، كان في منتور، دكتور منتور انا بعتز بيها جدا جدا في المعهد. دكتوره مين؟ دكتور ناهد خيري تمام، بس في معهد بحوث هندسه زراعيه، انا بعتبرها كانت منتور ليا تمام، بس هي في مجال تاني غير مجالي، لكن هي كانت طبعا بتساعدني كتير. كتعليم اتعلمت منها طبعا. ففي مجال جي اي اس انت يبقى عندك منتور، دي حاجه مهمه قوي. مين المنتور بتاع حضرتك؟ مين ملهمك؟ بعد ربنا عز وجل. لا لوحدي، بس كان في ناس بتساعدني لما بسالها. كان عندك قدوه؟ لا قدوه كده ان انا بمشي وراه، لا يعني طيب. لا كنت لما بعطل في حاجه ممكن في ناس كانت اسالها توجهني في الحاجه اللي انا محتاجاها. ماشي، نرجع لسؤالنا تاني. هقول لك على حاجه، انا قلت موضوع المنتور ده لان احنا عندنا في برنامج اسمه منتور شيب، ف بنوفر البوينت دي ان انت عندك المنتور، توفر النصايح. لا بنوفر الشخص نفسه، المنتور اللي تقف تبعت لك وتكلمك. انا فاهم، بدل ما يخبطوا مشوار ويكتشفوا ماشيين غلط. بالظبط، ايوه اعملي الحاجه دي او تعلمي روح. هي المنتور مش هتقف على ايدك مثلا وتمليكي، بس الفكره انها تقول لك ابداي مثلا تعلمي كذا وتعلمي كذا وتعلمي كذا، بالظبط هتوجهك صح تمام. بدل ما تاخدي طرق غلط في اماكن اخرى. نصيحه واحده تقوليها للناس اللي اصغر منك ب 15 سنه، نصيحه. لا نصيحه واحده مختصره، يعني ايه اعملوا كذا، تنصح بايه؟ ايه الحاجه يا دكتوره اللي بجد علمت؟ اهم حاجه تمام، يعني جنب يعني الناس دول حتى اللي بيسمعونا دول لسه طلبه، فتنصحهم بايه؟ ايه ال 15 سنه؟ طيب احنا في مجال يا جماعه، يعني في مجال اللي هو الجيوسباشيال عموما بيتطور كل يوم بيطلع حاجه، كل دقيقه بتطلع حاجه اجدد. ما توقفوش تعليم، تتطور بشكل مستمر. بالظبط، احنا بنفضل نتعلم كلنا لحد اخر يوم. دي الحاجه الوحيده اللي كنت تتمنى تعرفها وانت صغيره؟ لا يعني بص يا دكتور، لو راجع بيك الزمن وانتي اولى كليه لا انا عاوز حضرتك تقولي حضرتك، يعني احنا كل يوم بالليل بنقوم الصبح كان نندم على حاجه. انا على فكره دخلت الجي اي اس كمجال جي اي اس، انا داخله بالصدفه لان انا بدات في الماستر بتاعي جي اي اس، فانا دخلت صدفه. الحاجه اللي انا اقولها لنفسي لو اعرف يعني ايه جي اي اس وانا في الجامعه كنت بدات من بدري، انا بدات بعد ما اتخرج. دي الحاجه اللي انا اقولها لنفسي، مش ندمانه طبعا يعني، بس تتمنى. بالظبط، يعني دي حاجه مهمه. تمام. وزي ما قلت لك ان احنا هنفضل نتعلم طول عمرنا، بس ما حدش يقول ما فيش تعليم ما بيوقفش. مش مثلا انا خلاص استكفيت كده من التعليم هوقف لحد هنا، لا احنا مكملين. نصيحه واحده باختصار لكل بنات مصر، تشتغل على نفسها، تشتغل من سنه كام؟ دي بدايه اولى جامعه. من اولى؟ ايوه من اولى، ابداي من اولى تمام. بلس لانجويج، لغه انجلش اساسي قوي، انجلش قوي قوي قوي. برمجه، بروجرامينج. انا اوريدي خدت بروجرامينج بس انجليزي، ابدا بدري، بس ما كملتش فيها لان انا دخلت مجال المساحه البحريه فوقفت. كان بروجرامينج بحت، ما كانش ريليتد بقى بالجي اس. حاليا انا بعمل له انتجريشن مع الجي اس كبايثون. هل لو في بنات وده هيحصل طلبوا ارقامكم، ابعت ارقامكم ولا ابعت البيدج؟ عادي. انا عاوز اقول لك في كتير هيطلب، لان حضرتك بص حضرتكم طيب مثال ناجح. الكود اللي انا صورته هبعت لك الكود نفسه ماشي على الواتساب، نزله مع القناه بحيث مع الحلقه بحيث الناس تتابعك. بالظبط، هبعت لك اللينك بتاع اللينكات برضه، ممكن تحطه مثلا في الديسكربشن، فورم العضويه في اللينك الديسكربشن، اللينك تحطه في الديسكربشن عموما، اي حاجه تخصنا هتلاقيها عليه. انا بشكركم جدا، وصدقيني يا باشمهندسه ويا دكتوره انتوا قدوه. انا عن نفسي واخدكم قدوه، والله العظيم. صدقيني يا باشمهندسه، حضرتك عملت حاجه في كتير بيعجز عنها. شكرا جدا والله، يعني ده توفيق ربنا، ده توفيق ربنا مش بايدينا خالص والله. شكرا على الحاجه الجميله دي. اللي بيسعى بيلاقي فعليا. يعني مفيش بنت تقول لا ده انا ما لقيتش، ده انا مش هلاقي شغل. العاوز بيفرق. ايوه طبعا. ده اساسي. حلقه ممتازه، انا اتشرفت بحضراتكم جدا، بتمنى لكم التوفيق. شكرا لحضراتكم.